أنا للمطار مرة أخرى أوريكم شيء يشعركم بالفخر في بلدكم، في إغاثة الملهوف، في الوقفة الحقيقية. حنا أهل الفزعة والله يعني شيء يخلي العين تدمع. وش سووا ربعنا؟ أكبر طائرة في العالم جابوها لنقل المعدات اللي وصلت الآن. قبل 3 ساعات استقبلنا مساعدات الإخوان السوريين، والآن أكبر طائرة في العالم توصل إلى مطار غازي إنتاب لوصول المعدات الضخمة لإنقاذ الناس اللي تحت هالمباني. هذه الطيارة في العالم ما في منها إلا 3 حسب علمي، وصلت تحت اسم المملكة العربية السعودية لإغاثة المنكوبين. إنما نبرز الأدوار اللي تقوم فيها حكومة المملكة وشعبها، هذا طبعنا بالفزعة وفي إغاثة الملهوف نقدم كل اللي نقدر عليه. نجيب أكبر الطائرات تنقل أغلى معداتنا لإغاثة هؤلاء المنكوبين، الله يفرج عنهم. عز سلامة الأسفار، الله يعطيكم العافية، الله يقويكم. الله يعينهم ويقويهم، الله يعينهم ويقويهم، الله يعينهم. إلى المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية اللي بيتم شحنها بإذن الله تعالى طول الليل، لأنه أيضا جاية طيارات أخرى، وإن شاء الله بكرة بنكون معهم في إيصالها إلى الحدود السورية بإذن الله تعالى. نقول لا فضل ولا منة. السلام عليكم، الحمد لله على السلامة، الله يقويكم. طبعا مجموعة من خيرة أبناء المملكة العربية السعودية تصل إلى تركيا للمساهمة في البحث عن المفقودين من فرق البحث والإنقاذ السعودي التابع للمديرية العامة مع الوسائل الحية. مساكم الله بالخير، الحمد لله على السلامة. الوسائل الحية اللي هي الحيوانات عزكم الله، الكلاب مدربة تدريب عالي جدا جدا، والرجال كلهم على أعلى مستوى من التدريب. وبإذن الله تعالى ستشاهدون معنا بكرة، أو إذا تسنى ما تسنى بكرة بعد بكرة، عملهم بإذن الله تعالى. موفقين بإذن الله، موفقين. الآن عندهم اجتماع